صوت الضحك اللي انت سامعه ده مش عادي. مش دايما الضحك بيبقى سببه الفرح. ساعات الضحك ده بيبقى معانا جوع أو كمين. فلو سمعت الضحكة دي اعرف انك في خطر، لأن مفيش أي حيوان بيضحك وهو جعان غير الضبع يا صديقي. البطاطس البطاطس. الضبع من أقدم الحيوانات المفترسة على وجه الأرض. في آسيا، في أفريقيا، دايما بيعيش في جماعات منظمة جدا. كل قطيع بيبقى ليه ملكة هي اللي بتقود القطيع كله. أيوة، في عالم الضباع يا صديقي الست هي الزعيم، والضبع هو جوز الست. وده يخليك متستغربش من اللي أنا قلت إن التكوين الجسدي الأنثى الضبع أقوى من الذكر بكتير، وعندها صفات كتير وغرايز تخليها تقدر فعلا تتحكم في القطيع ده كله. الضباع بتتواصل بالضحك، بس كل ضحكة ليها معنى. ضحكة بتدل على الخوف، على الجوع، وواحدة الوليمة بدأت. المرة الجاية بقى لو صادفت الضبع بعد الشر يعني ولقيته بيضحك، متضحكش معاه. الضبع عنده قدرة مش موجودة عند معظم الحيوانات. وهو بياكل أي حاجة، أي حاجة حرفيا، عايشة ميتة، جثث متعفنة، أي حاجة قدامه. دايما الناس في أفريقيا الوسطى كانوا بيربطوا الضبع بالسحر. وكان في أسطورة قديمة بتقول إن السحرة بيتحولوا لضباع بالليل. وفي ناس فعلا في مصر كانت بتستخدم جلود الضباع، تستخدمها بقى في الأعمال، في التحصين، واللازم منه الكلام ده. ودي مش خرافة، انت لو نزلت أي سوق بلدي انت فاهم ولا فاهم هتلاقي كتير. الضبع فكه أقوى من الأسد بنسبة 30%، ويقدر يجري بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. مش حيوان كسلان زي ما في فيلم سيمبا كان مطلعه. أنثى الضبع لما بتيجي تولد بتولد جوه قطيع من الإناث بس. ممنوع على ذكر الضبع إن هو يقرب. مسيطرة، همشيك مسطرة. وفوق كل ده بقى يا صديقي إنه معاه حصانة، يعني VIP، وما تقدرش تهوب ناحيته غير بإذن وتصريح من الحكومة. عندك مثلا الضبع المنقط ده معرض للانقراض. مش معنى إن هو حيوان مفترس إن احنا نقتله، لأن الضبع زي ما هو مفترس فهو مهم جدا في الحفاظ على النظام البيئي، لأنه بينظف البيئة من أي حيوانات وبقايا طيور ميتة. وعقوبة صيده من 6 شهور ل5 سنين. ده غير طبعا إن هم عملوا كده عشان يمنعوا التجار اللي بيستخدموا جلوده في الأعمال والسحر. الضبع مش مجرد كائن خطر، ده كائن نادر، جزء من البيئة، ومحمي بالقانون. وصيده من غير تصريح يعتبر جريمة بيئية. في الآخر متنساش اللايك، سبسكرايب، سلام.